الماركتنج ده هم دول المدلعين، ده هم دول اللي بيتكلموا انجليزي كتير، هم دول اللي بياكلوا طول الوقت اكل من بره، دول اللي رايحين جايين من الساحل. شغل اون جراوند كتير قوي، مرعب. مدرسه خلاني مور فلكسبل، خلاني مور ادابتبل، خلاني عادي اتعود ان ممكن هذا ما عرفنا عليه اباؤنا طول السنين اللي فاتت دي يتغير في يوم وليله في مكان الطباعه. النهارده معانا ريم الوزيري، 17 سنه خبره في الماركتنج، ماركتنج مانجر BMW ايجيبت. ريم ازيك عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كل حال الحمد لله. قولي لنا بقى، عرفي الناس بنفسك، مين ريم الوزيري؟ انا ريم الوزيري. معي كاين جوب او وظيفتي الحاليه، يعني انا ماركتنج مانجر في BMW ايجيبت. بس انا بقالي 17 سنه في الفيلد. في ناس بتشوف ان الدايفرستي او ان انت تغير في مجالك او في اختصاصك في الماركتنج، في ناس بتشوفه بلس، في ناس بتشوفه ماينس. انا لو انت بصيت على الريزومي بتاعي او السيره الذاتيه بتاعتي، انا فيري دايفرس. انا اشتغلت عقارات، اشتغلت اوتوموتيف عربيات، اشتغلت FMCG، اشتغلت ارتست مانجمنت، اشتغلت حاجات كتير قوي. انا بشوف ان ده بلس، فانا اقدر اقول لك ان انا ماركتنج بروفيشنال. عندي 17 سنه اكسبيرينس من حتت كتير قوي دايفيرس، مش شبه بعض وما لهمش علاقه ببعض. فيلدز مختلفه كلها خالص، ما لهمش اي علاقه ببعض. يعني دي اول مره في حياتي اكرر الاوتوموتيف لتاني مره. في مجال خبرتك دي، البدايه كانت ازاي؟ الرحله ابتدت منين؟ والله البدايه هي ان انا اتعلمت اول حاجه في حياتي اللي هي الفلكسبيليتي او الليونه او المرونه. ان انا كنت اول حاجه في حياتي نفسي فيها هي ان انا اخش طب، ما حصلتش، المجموع ما جابش. ملوش علاقه خالص بالماركتنج. بس انا لحد النهارده اكتر حاجه بحب، I have passion for science، بحبه جدا. فعدلنا الدايركشن. طب المجموع جاب ايه؟ جاب تجاره انجلش. ده الكلام ده كان سنه 2001. طيب يلا نخش تجاره انجلش دي اللي ما حدش بيحبها ومحدش فاهم فيها حاجه، محدش فاهم حاجه لحد سنه تانية. حصل ان احنا شفنا الماركتينج، ايه ده؟ this sounds interesting. ابتدينا الموضوع يعجبنا سنه 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 until I got my first job in 2006. كانت كامبس ماجازين. كامبس دي كانت الفيسبوك بتاع وقتنا، كانت المجله اللي بتتكلم في التابوز، بتتكلم في حاجات وبتتشيل من الرقابه. فهي دي المجله اللي كانت بتتكلم من 16 ل 25، وانا كنت في الايج براكت ده ساعتها. ده كان اول مكان اتعلمت فيه اول حاجه كملت معايا العمر كله. كان كامبس، ان احنا مين الكلاينتس، بينزلوا بيعملوا ايه، بيروحوا فين، بيجوا منين، وهكذا. والوقت ده كان فيه ماجازينز كتيره في الفتره دي. الوقت ده كان هو ده، ما كانش فيه انترنت اصلا. فكان التست مين هو از نيو تو ذا ماركت اند هو هاز بادجت، من مين اللي على كوبري اكتوبر وبيعلن، يبقى ده معاه بادجت، يبقى ده يقدر ينزل برنت، وهكذا. وبعدين كان هو ده تست الماركت. بعدها كانت اول طلعه بقى خالص FMCG. يعني ايه بقى؟ بتنزل بتشوف براند بيرفورمانس في محافظات انت ما تعرفهاش، حاجات مش شبهك. حتى لو انت مصر الجديده هتنزل حتت ومحافظات ما اعتقدش ان انت كنت عمرك هتنزلها on your own. تفهم يعني ايه ستوك في السوق وستوك في المخزن، حاجات لازم تمشي وحاجات لازم تقعد، حاجات ان انت هاو كل السايكل بتشتغل مع بعض، من اول اوبريشنز لسبلاي تشين لتريد، بالتريد بالشانلز بتاعته، هول سيل، ريتيل، هوريكا، وهكذا وهكذا. ازاي كل ده مع بعضه بيقع تحت حته انت بقى عين الكاستمر واحساسه وذوقه اللي اكوردنجلي بيترجم في البرودكت ديفلوبمنت عشان البرودكت ده يبيع اكتر، وهكذا. شغل اون جراوند كتير قوي، مرعب. مدرسه بتركب جنب المندوب وتنزل تشوف how your brand is actually performing في السوق. انت مش قاعد في مكتبك في التكييف وبتتفرج. بالنسبه لبنت كانت الشغل اون جراوند كان اخباره ايه؟ في الاول كان مفزع، بس انت بص، ما هو ده اللي هرجع تاني هقول لك نفس المبدا، المرونه. انت هتنزل زي ما احنا نازلين كده شوك، ادابت، اتعلم، اعمل زي ما هم بتعملوا عشان ما يبقاش شكلك غريب عليهم. انت المره اللي بعدها البس حاجه واسعه، البس حاجه مور مودست، مش عيب. it doesn't make you less of a person، بالعكس بيخليك انت adaptable وبتتغير حسب البيئه اللي حواليك. هو ده الماركتنج اساسا، ان انت ما توقفش تمسك في حته معينه تقول لا هو ده، ولا انا في نوكيا عبره
ولنا في بلاك بيري عبره، البراندز اللي وقفت وصرعت الزمن وقعت، فلازم تبقى ادابت. المره اللي بعدها الحاجه المودست ما نفعتش تبقى عبايه، ايه المشكله؟ وبعدين بعد الاف ام سي جي بعد الاف ام سي جي انا كان ساعتها كان ده دارك ماركت، فاي واز 24 25 وكان عندي هانجر للبراندز. كانت المحطه اللي بعدها طبعا ايجنسي، براندز كتير 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 لحد لما تبقاش قادر تاخد براندز اني مور. اخر مره اشتغلت ايجنسيز كان 2014. بعدين بقى the unexpected happened. كان في 3 سنين في النص ارتست مانجمنت، كنت بشتغل مع طبعا كايروكي، يعني مفيش حد ده فيلد تاني خالص خالص، ولكن احنا كلنا اتعاملنا مع بعض على ان كايروكي دي براند او شركه محتاجه تكبر في اسبكتس معينه او في نواحي معينه، ملوش علاقه بحته المزيكا، ولكن ليه علاقه بحته ان دول يبقوا ويل استابليشد، ما يبقوش بيعملوا اغنيه وبتتقطع، كانها ماركتنج بلان سنه بتسلم سنه بتسلم سنه. والماركتنج بلان دي كان الاساسي بتاعها هو دايما الالبوم اللي بينزل منه كل الريفينيو ستريمز. كان كلنا في الموضوع ان محتاج حد يحط ده بس في شكل بلان مظبوطه، سنه تسلم سنه وهكذا. طبعا مزيكتهم بقى لو هنتكلم في الحته اليو اس بي بتاعهم طبعا هو المزيكا، وان المزيكا حقيقيه. احنا مش كل سنه بنروح نبيع نفس الالبوم، او مش بنبيع يعني دي كلمه مش صح خالص، بس مش كل سنه بيبقى البرودكت اللي موجود في السوق هو بيتكلم في نفس الحاجه. خرجنا وتصاحبنا وحبينا بعض وسيبنا بعض. these were actual issues الجيل ده بيبص عليها وحاسس بيها. عشان كده كايروكي دول بقالهم كام، احنا داخلين في حاجه تقريبا 20 سنه كايروكي موجودين على الارض، ما شاء الله عليهم. فبس كانوا محتاجين ان ده يتحط في بوزيشننج مظبوط، يوصل للتارجت المظبوط، فاكوردنجلي يبقى في سبونسرز مظبوطين بيخلوا الحلم ده حقيقه دايما. شايفه ان هما التعامل معاهم كشركه هو ده اللي عمل السستينابيلتي بتاعتهم او الاستابيليتي بتاعتهم في الماركت؟ لو احنا بنتعامل مع في الاخر هو زي ما انت بتقولي هو الالبوم هو البرودكت. يس اوف كورس، ولكن حتى الالبوم لما ما بينزلش هم كايروكي بقوا هم شخصيا براند، يعني هم وصلوا لمرحله الله اكبر عليهم من الساتوريشن، هم نفسهم براند حقيقي وبراند فيري جينوين، مش براند غير مصطنع. والناس فعلا بتستنى من البوم لالبوم يشوفوا هم بيتكلموا في ايه وحاسين ايه. حتى ريفو يعني انا لما شفته كنت حقيقي بيتكلم مع الناس، فحاجه زي دي زي ما تقول it's going to be timeless, it will never go out of style. خلاص هم كايروكي اثبتوا ان هم مش ترند ومش موضه هتطلع يوم وينزلوا، هم بيتكلموا حقيقي بصوت الناس، بيتكلموا في حاجات حقيقيه. فحاجه زي دي لا، دي حاجه التاريخ، دول ليجاسي خلاص، مش ما هماش باند وما هماش هواه، هم عشان هم حقيقيين ما باعوش نفسهم from day one. وبعد رحلتك مع كايروكي رجعت تاني مالتي ناشونال، مش هضحك عليك، ده رجعت تاني كوربريت، ورجعت تاني ما بين بقى ايفنتس اند اكتيفيشنز دايركتور. اشتغلت في مرحله مع مو فور نتورك، اشتغلت مع ابو غالي موتورز for like 2 years، الفا روميو، جيب، سوبارو، لندن كاب، 6 يو نيم ات، ذا هول بورتفوليو. وانتهى بيا المطاف في بي ام دبليو ايجيبت من حوالي شهرين الحمد لله. بتشوفي الماركتنج ازاي بعد ما اشتغلتي 17 سنه في الماركتنج في الفيلد وفي الماركت المصري؟ بتشوفيه ازاي بقى مختلف، او انت شايفاه بانهي نظره دلوقتي عكس ما كنت شايفاه قبل ما تخشي الكارير نفسه؟ كنت شايفاه زي ما كل الناس شايفاه وبتحب تحكم عليه، ان it's all fun and games and creative و brainstorming وما بيعملوش حاجه وحياتهم لذيذه واعلانات. لحد ما اكتشفت ان هو اكتر شغلانه complicated في الدنيا، لانه حاجه بتسلم حاجه بتسلم حاجه. اغلب حاجاتك كلها حاجات بتعتمد على third party، انت بتعمل اللي تقدر عليه بالباقي كله بره، تقدر تعمل كل اللي تقدر عليه طبعا تطلع مش مظبوطه، تعمل كل اللي تقدر عليه تصوير يطلع فيه حاجه غلط، فلوس حصلت، كامبين اتدفعت. فاكتشفت لا، ان بالعكس من اكتر الشغلانات الستريسفul في الدنيا. انا كنت فاكراها لذيذه، ما طلعتش لذيذه. وطلعت ستريسفول بس ولا دي حاجات تانية اكتشفتيها؟ اتس فيري ريوردنج طبعا في الاخر لما كل حاجه ربنا بيوفق وبتطلع صح وبتطلع مظبوطه. لا، هو احلى حاجه ريوردنج في الدنيا لما تعمل كامبين مظبوطه على قد البراند، وهو الكامبين للبراند مش للايجو الشخصي بتاع الماركتنج مانجر اللي عملها، ولا الكرييتيف اللي عملها، ولا المخرج العبقري اللي نفذها. لما تعمل كامبين في مصلحه البراند وتنجح وتعمل ROI مظبوط من غير ما تضره، من غير ما تعمل حاجه
so it becomes catchy بس تيجي ضد البراند، لان هو بقى ده للاسف ده اللي انا بقيت شايفاه دلوقتي. بتشوفيه كتير في كامبينز موجوده دلوقتي. رمضان بيبقى مرعب بالنسبه لي، رمضان اوحش وقت للكامبينز بالنسبه لي. اعمل اغنيه ونزلها مع الوقت ده وادفع فيها مليونز للارتست ده او الارتست دول، مش هقول لك بتكمل لاخر رمضان، لو عايشه 10 ايام رمضان يبقى احنا كده كويس قوي. الكامبين دي جابت ROI فظيع. طب انت شايفه ان دي مشكله بتبقى مشكله الايجنسي ولا مشكله الكلاينت في البريف بتاعه؟ كلاينت، لان حتى لو الايجنسي عايزه تعمل شطره او توري شطارتها، كلاينت لازم يبقى هو البراند. لو حاسس ان ده مش مصلحه البراند and it's just going to be a trend for that period of time، عشان هو بيعمل ده مع الفنان ده، يعني الموضوع ده بصراحه انا مش عارفه. ده ببقى قاعده بتفرج على قاعد اقول هو ده مين اللي وافق على ده؟ مين طلع فلوس الفاينانس ازاي مليونز، وباين مليونز، وي نو ذا نمبرز. وبيجي بعد كده بيتشاف ان الماركتنج هم الناس اللي بتضيع فلوس في الشركه. طبعا تعالى اتس ذا ايترنال باتل ما بين الفاينانس والماركتنج. انتوا بتضيعوا فلوسنا، قالوا ما صرفتش انت مش حبان، انت مش لازم تصرف كل ده، ممكن تصرف اقل. ده اللوب ده ما بيخلصش. طب ولا انت شايفه فعلا ان الماركتنج هو الديفيجن اللي بيصرف فلوس الشركه، او شايفه ان الشركات بقت شايفه الماركتنج بالشكل القديم ان هم ما لهمش لازمه وهم بيصرفوا وانتوا احنا عايزين نبيع اكتر؟ بص بتفرق بصراحه، وانا حقيقي مش بقول كده عشان النهارده بشتغل في BMW Egypt، بس في the dynamic young companies اللي فاهمين يعني ايه ماركتنج وفاهمين اهميه الماركتنج للاوفر اول ويل بينج للبيزنس ده، مش بس عشان يلا هنبيع عربيات اكتر. الماركتنج هو اللي بيعرف العالم كله الاورجنايزيشن دي قد ايه هي قويه، بغض النظر هي السيلز فوليومز بتاعتها عامله ازاي، الCSR بتاعها ايه، بتسبورت ايه. الماركتنج بيعمل كل ده. ففي شركات دايناميك وصغيره زي BMW Egypt فاهمين ده وبيقدروا ده. في شركات تانية كتير قوي بقى دايما الماركتنج ده هم دول المدلعين، ده هم دول اللي بيتكلموا انجليزي كتير، هم دول اللي بياكلوا طول الوقت اكل من بره، دول اللي رايحين جايين من الساحل. بس انت عارف ان احنا في الساحل قاعدين بقالنا 3 ايام ولا 10 ايام بنركب في البوث اللي يحصل فيه الاكتيفيشن اللي بيساهم في التارجت اللي اخر السنه كلنا هنقبض بونص عشان كلنا زقينا وبيعنا جبنا التارجت ده. مين من اكتر الناس اللي بيشيلوا مسؤوليه التارجت على كتفه مع السيلز تيم؟ الماركتنج. لان الماركتنج، وخلينا دايما اقول لك يعني المعادله بتاعت انا بالنسبه لي ماركتنج والسيلز. ماركتنج بيجيب لك الزبون، انت يا سيلز لو ما بعتلوش يبقى احنا الاثنين ما ينفعش نلوم بعض على تارجتس وفوليومز. بيكملوا بالظبط. انا بجيب لك الكاستمر او الكلاينت بتاعك عشان انا بعمل الريسيرش المظبوط وبطلعه بايدنتيفايهم، شكله ايه، بيخرج فين، بيكلم مين، دايرته شكلها ايه، صحابه تقريبا بيصرف كام في اليوم، بيصرف كام في الشهر، ماسك موبايل ايه، بيلبس ايه، بيعمل شوبينج منين. فصلتهولك، قلت لك اهو، وعملت لك التارجتد ادز وعملت لك الكامبين اللي جابته لحد المكان اللي انت از ان اوتلت موجود فيه. انت كسيلز ما قفلتش بقى في الاخر، ما عملتش ديل كلوزنج، اتس نوت ماي ايشو، انا وصفتهولك، اديت لك الروشته بتاعته. خناقه الماركتنج والسيلز لسه موجوده؟ طبعا هتفضل موجوده رايك؟ فور ايفر، الى زي خناقه الماركتنج والفاينانس، هي شايفه السبب ايه طيب؟ it's just peer pressure بيتهيألي. انا ببقى عارفه ان انا مزنوقه، فمش مكسوفه اقول ان انا مزنوق لوحدي فازنقك معايا. بس في اخر اليوم على فكره هم at the end of the day لما بنيجي اخر الشهر كلنا عاملين تارجت ومبسوطين وكلنا بناخد بونص، كلنا بناخد بعض بالحضن وبنعيد التجربه دي تاني السنه الجايه. ف I think it just comes with the job, it's part of بنناقر في بعض. I don't think ان احنا we really hate each other يعني. هل دي بتبقى مسؤوليه الشركه نفسها ولا بتبقى مسؤوليه التيم ممبرز نفسهم؟ ان الماركتنج والسيلز يحبوا بعض؟ ان هم يحبوا بعض او يبقوا حاسين ان هم ادوارهم مكمله لبعض ولا لا؟ definitely ده دور الابر مانجمنت. يعني one of the companies I worked for actually British American Tobacco كانوا بيعملوا حاجه ان احنا كل كوارتر كل المكتب بينزل ماركت فيزيت، من اول الاوفيس بوي up until the GM، كلنا بننزل بنركب a day in the life of الدي ام المندوب البيع، وبتنزل الديفرنت شانلز and every quarter كمان بتغير مكانك. يعني انزل طنطا this quarter، الكوارتر الجاي لازم انزل
اسكندريه، لازم انزل القاهره. you have to go around Egypt وتجرب اخر ايد بتبيع البرودكت للسيلز اوتلت هو بيعيش يومه ازاي. على فكره ده لو ما باعش انت مش هتقبض. فدي مثلا كانت حاجه من الحاجات اللي نو every single person knows what it's like ان انت تنزل كل يوم تعدي على 40 50 محل تبيع. عارف وحس بالاكسبيرينس بتاعتهم والطريقه اللي بيشتغلوا بيها والضغوط. يس وتبقى عارفهم، ما يبقوش بالنسبه لك عباره عن ارقام بتفتح الايميل الصبح بتشوفهم هم محققين كام. وبتبقى عارف لما انت مثلا بتروح مع اكس واكس يقول لك انا عندي مشكله في الديستريبيوشن بتاعي لان الفان بتاعتي كبيره وانا بوزع في شوارع صغيره ما بوصلش، فانت كماركتنج دورك ان انت ترجع وتوفر له الحل في طريق في حاجه يديستريبيوت بيها بضاعته ما يبقاش حجمها الفان الكبيره دي. انت دورك ان انت تساعده، هو ده دور الماركتنج بجد. الديجيتال ماركتنج طلع في نص ال 17 سنه وانت بتشتغلي. غير ايه في ده ووصلك لايه من السوليوشنز اللي انت بتتكلمي عليها في الوصول اكتر للكاستمر او ان انت تدي حلول اكتر للسيلز؟ بص انا هقول لك على حاجه بمنتهى الصراحه، انا مش بشتغل ديجيتال بايديا from day one. يعني انا by the time digital came up انا كنت انا account director، فاوريدي الشغل جوه الديجيتال بايديا. بس honestly the data I get from digital marketing and how وانا اشتغلت industries كتير مختلفه قوي and I think one of the most challenging ones was art, contemporary art. I ran as the marketing manager for a gallery and antiques gallery اسمه Odyssey. كنت اول مره في حياتي امسك التارجت ده، antiques وارت it's the past and the future في نفس المكان. اللي بيشتري تمثال برونز بربع مليون جنيه غير خالص اللي بيشتري لوحه كونتمبرري ارت فيها شخبطتين 300,000 جنيه. بس تعالى بقى نخترع منهم حاجه ونسميهم collective art space ونحط the past and the future. طب يلا بقى نعمل التارجتنج بتاعهم على الديجيتال. تشالنج، كارثه. ومش بص I think we had to في الاخر هي بصراحه هو it was just all about ان اللي بيحب الارت في كل صوره. ازاي ده حصل؟ انا نزلت بقى لفيت على رجليا، رحت الانتيك شوبس في اسكندريه في القاهره ورحت الارت جاليريز، لفيت بقى من فوق خالص لتحت خالص، شفت شكل الناس عامل ازاي. هم نفس الناس على فكره في كل مكان مختلف. هم نفس الناس، هم بيحبوا نفس الحاجه، بيروحوا نفس الاماكن وبيخلصوا المعارض وعندهم like an entire ecosystem. It's an entire ecosystem. طبعا يعني I owe this كله بصراحه لمامة my best friend اسمها طنط نجوى، فنانه تشكيليه اسمها نجوى مهدي، هي اللي عرفتني بقى. هي مامة my best friend وانا لجأت لها عشان هي فنانه. قلت لها الحقيني انا اشتغلت ومش عارفه اعمل ايه، وريني. بصراحه هي ورتني as we speak. هي she's the gallery director، انا ما بشتغلش هناك، she's the gallery director لحد النهارده. and we created this formula. لما شفناهم بعينينا كلمنا معاهم سمعنا الانترستس بتاعتهم ايه. it was a matter of just blogging all of these human interactions into keywords. طلعوا مظبوطين. وجينا يوم الاوبننج قلنا ما كناش عارفين نقفل باب الفيلا من كميه الناس. بقت قلت لها ايه اللي حصل؟ we found the right people. واحنا قلنا مش لناس كتير بس الناس المظبوطه. قالت للناس المظبوطه it was the proper word of mouth. قالوا للناس المظبوطه مع ان انت كان عندك برودكت حلو ان الاوبننج اكزيبيشن بتاعك هو 60 فنان مصري، 60 فنان في جاليري نون حكومه، برايفت جاليري، مش جاليري تابع للوزاره. حدث. فهي قامت بحته الفنانين وانا قمت بحته التارجتنج. اتبومت. ده بيرجعنا ان الانسايتس بتاعت الماركت طبعا والريسيرش المفروض يتعمل قبل ما نشتغل ايا كان البرودكت وايا كان مين التارجت اودينس بتاعنا. هو طبعا مهم جدا. طبعا. في سنين خبرتك واجهتي مشكله ان انت لما تقولي انا عايز اعمل ماركت سيرفي، عايز اعمل ماركت ريسيرش، عايز اطلع بادجت للحته دي، ايه الرد اللي بتسمعيه؟ والله بص it depends really this really depends on the management or the manager. لو المانجر is a strong believer in the importance of research as this is not an acquired taste. في الفهلوي اللي بيعملها كده، في الناس المحترمه الكويسه اللي دارسه زي مثلا my previous manager دكتور ريهام. هي لا كان ريسيرش، مش هنتحرك قبل ما نعمل ريسيرش، نسال no matter how much it costs us.
in British American Tobacco it was the same case. انا حضرت مره حاجه تغيير الباك. we spent millions upon millions في اوائل الالفينات عشان ده بيغير البرسبشن بتاع انت ممكن يبقى هي نفس البرودكت من جوه بس الباك مش مظبوطه gives you a perception اللي جوه طعمه متغير. ف it was a very sensitive topic on how to do this. ف تفتكري الناس كلها بتعمل كده؟ الشركات المظبوطه بتعمل كده طبعا. فرقت معاكوا طبعا في الانكم بعد كده والريفينيو والحاجات دي؟ هي مش مساله فرقت معانا، احنا بس اخدنا الخطوه المظبوطه فاحنا نزلنا باك هتابيل للكونسيومر ببرودكت من جوه انهانسد. احنا يعني اللي اكتشفته مثلا في حاجه زي دي ان المالتي ناشونالز ما ينفعش تكذب. ما ينفعش يقول لك ان اللي جوه اتغير هو ما اتغيرش. ما ينفعش يقول لك بمذاق مش عارفه ايه، ما ينفعش. ما ينفعش تكذب، دي حته نقطه مهمه جدا. بتشوفي او بيقولوا على الماركتيرز عموما ان هم دول النصابين، دول اللي بيطلعوا المسج اللي بيوهموا بيها الكلاينت او الكونسيومر بتاعهم بحاجه مش في البرودكت. شايف ان ده حقيقي؟ هو اثيك يعني مش المفروض ان الكامبين يتوافق عليها لو ده مش حقيقي. انا ممكن اقول لك ان this helps improve or enhance or بس الكليم ده جاي من على ايه؟ if it's not based upon research we cannot communicate this kind of message. ما ينفعش definitely not. يعني ما اقدرش اقول لك this product is rich in vitamin C unless it has a certain percentage that allows you to say rich in. فلا طبعا احنا يعني انا ممكن اقولها لك بس بطريقه حلوه لكن false information is a hell no way. التيم بتاعك لما بتيجي تختاري تيم الماركتنج على اساس ايه؟ يبقوا عايزين يشتغلوا ويتعلموا ويبقى عندهم ethics. الباقي كله يتعلموه، ما عنديش اي مشكله خالص طول ما هو willing ان هو عايز يتعلم اعلمه لحد الصبح ويبقى عنده ethics. الباقي كله التكنيكاليتيز هيتعلمها. ممكن ابقى انا بعملها كده وشايفه ان هي بتتعمل كده وما بتتعملش غير كده، بس ممكن يعملها كده وتشتغل. ف it's not set in stone as long as it works at the end of the day and it doesn't stop. يبقى البيرسونال سكيلز انت شايفه من وجهه نظرك ان البيرسونال سكيلز والاثكس هي اهم من التكنيكال سكيلز؟ definitely technical can totally be taught. وانا بقول لك انا قدامك انا اتعلمت اماركت عربيه، اتعلمت اماركت an event and an activation inside the development عند developer and so on and so forth. فالماركتنج can apply to all. بس الethics it's not something that you can acquire. يعني مش الماركتنج مش زي ما هم بيبقوا مقتنعين. تلاقي مثلا ريل استيت عايزين ناس ماركتيرز في الريل استيت، اكسبيرينس في الريل استيت. الاف ام سي جي نفس الموضوع، بتلاقي فيه اندستريز كده هم عايزين في ناس كده ده حقيقي. في ناس that are very rigid في حته لا ما دام كان في اكس لازم يبقى في واي. ما طب انت لا ده في كمان انت عمرك اشتغلت ساحل ولا لا؟ have you worked on ساحل projects ولا لا؟ لو انت اشتغلت بس القاهره وزايد وتجمع وكده ما اشتغلتش كوستال خالص no that's not the right thing to do. لان هياخد نفس الفكر اللي كان بيعمله في اكس هيجي يعمله لك في واي. هتلاقي في الاخر ان في الصيف انت طلعت من ده على ده على ده. كان في هنا عمر خيرت خلصت هنا رحت فيه مش هي نفس السايكل. انا not saying this against عمر خيرت يعني هو تحس ان انت داخل نفس اللوب نفس البروجرام. فلا definitely يعني ممكن تبقى مش مفيده زي ما هم بيبقوا شايفين، ممكن تبقى مضره. انا مش بشوف كده، ممكن ده يبقى الصح بس انا من وجهه نظري again is flexibility adaptability. اتغير، روح من هنا، جرب هنا، لان هي نفس الحاجه دي بعد وقت. يعني بعد 17 سنه بشتغل، انا بقالي 17 سنه ريل استيت. لا ده بس في ناس بتحب ده، ناس بتحب انها تبقى مستقره، ناس بتحب ده فاميلياريتي. خلي بالك انا مش بحب التغيير قوي برضو، بس احب اجرب حاجه جديده، احب اعمل حاجه جديده. ما احبش شغلانه الماركتنج يمكن اتس نوت 9 to 5. انت ممكن تقعد يومين ثلاثه سهران وبتطبق هو نفس الايفنت and you're exhausted and you're dead but you're loving it. عندن بتقعد مريح يومين ثلاثه في الاسبوع، عندن هوب بتشتغل سبونسر مع مهرجان الجونه، تقعد 14 ساعه في الجونه بتصور وبتعمل، عندن تروح تريح. فميبي the challenge of ان انت على طول مشغل مخك من هنا لهنا. maybe that's the beauty. environment dynamic قوي الماركتنج. yes very. الماركتنج صعب ولا سهل من وجهه نظرك في مصر؟ خلينا نكون محددين اكتر. صعب. لو بنحدد بقى كده يبقى صعب. شايفاه بأنهي شكل؟ ممكن تبقى نفس الشركه باي ذا واي، يعني مش عايزه ادي اسم بعينه، بس تبقى يعني انا one of my very good friends هي شغاله عايشه في دبي،
كانت جايه الاجازه في الصيف، قعدت شهر ونص في القاهره، فقالوا لها if you want to access the Cairo office and use it. وهي صاحبتي مصريه بقالها في دبي 5-6 سنين، بس مش الرقم يعني. قلت لي يا ريم كنت داخله المكتب كان بس لي كاني ماشيه على ايديا. قلت لي مع ان احنا بتبقى مور اور ليس نفس الكامبين، بس يعني هنا وهنا. فلا ديفينتلي هنا غير هناك خالص. هناك I'm not gonna say competitive because it's very competitive here as well. بس هناك maybe because of the insane turnover اللي بيحصل هناك at all times. انت ممكن هنا تروح وترجع تلاقي نفسه هو اللي بيشتغل في الايجنسي الفلانيه دلوقتي بقى الجي ام. لا هناك it's very dynamic. الدنيا بتتحرك اصلا. the competition is very very fierce. maybe that's the difference. لو احنا بنتكلم regionally مش بتكلم internationally خالص بقى، علشان it's not fair to go there بصراحه. مش في مصلحه الماركتنج في مصر خالص. الماركتنج غير ايه في شخصيتك؟ خلاني مور فلكسبل، خلاني مور ادابتبل، خلاني عادي اتعود ان ممكن اللي هذا ما عرفنا عليه اباؤنا طول السنين اللي فاتت دي يتغير في يوم وليله في مكان الطباعه، يتغير في يوم وليله في ثوره نبقى احنا البرنت ده ينام ويصحى مش موجود، في كورونا نقعد في البيت والدنيا تتشقلب نشتغل ديجيتال. نشتغل ديجيتال. لا الماركتنج غير فيا الحته دي، لان انا I was a very rigid person. لسه لحد النهارده عندي قرارات 1 no. بس لا الماركتنج طبعا علمني ان في يوم وليله الثوره قامت والشركه قفلت. هتعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ التغير في التكنولوجي اللي بيحصل، الاي اي مثلا على سبيل المثال دلوقتي، شايفه ان الاي اي ممكن هيفيدنا ولا هيقعد الماركتيرز في البيت وهيقعد الديزاينرز في البيت وهيبقى بديل الحته الناس الكرييتيفز اللي انت كنت بتقولي عليهم؟ والله ممكن يبقى بديل لاي حاجه. يعني انا مره جالي a very very sweet message. It turned out it was an AI generated message. Yeah, they told me يعني بهزار بس it's like everything else. يعني كانوا a few years ago كان there was an AI experiment في Facebook between Jane and John. Then Jane and John started developing their own code and they had to shut down the experiment. يعني كان بيقولها مثلا Jane like 6 times in a row. هم افتكروا ان في glitch. هو مفيش glitch. هو Jane و John they developed their own code beyond the humans. ف they shut it down. ف is it dangerous? It's dangerous for humanity in general. It would be stupid to replace humans لان انت هتلاقي نفسك في الاخر ماشي في نفس التمبلت هو. فلو احنا عايزين نعيد اللوب ونقعد ناس في البيت وعايزين ندمر العالم في ال10 دقايق الجايين دول if we overuse AI of course we are going to do so. ممكن نستخدمه كتول تساعدنا؟ definitely يعني use those 10 questions wisely at work with ChatGPT وخلص presentation. why not؟ لو هتخليني اعمل بدل 2 presentations في اليوم ممكن اخلص واحده واحط ايدي في الثانيه. واي نوت؟ بس not overuse it ان انا ابقى بعمل 10 presentations في اليوم. ابقى خلصت واحده واخدت بريك واتليست مثلا عملت السكيلتون بتاع الثانيه. واي نوت؟ ايه اكبر تشالنج خدتيه او عديتي بيه في الماركتنج؟ ممكن يكون غيرك، ممكن يكون غير رؤيتك لحاجه. والله بص هي كل شغلانه is a challenge on its own. بس انت لو عايز نتكلم على موقف حاجه معينه في ليلتها يعني انا مره فرنتشر بتاع ايفنت كله ما دخلش الفانيو وانا بركب الساعه 2 بالليل والايفنت الساعه 2 الفجر. كله جالي من عند النجار في غلطه في حته ما بتخشش من اسانسير العفش. مش عارفه تدخلي الفرنتشر اصلا مكان الايفنت؟ مش عارفه ادخله الفانيو، مش عارفه ادخله الاسانسير. يعني عندي حته قد كده فرق ما بينه وما بين الاليفيتر بتاع السيرفيس. يعني لونج ستوري شورت جبنا ونش ما وصلش. انا طلعت 11 بنش بحاجاتهم ببار 3 بيسز بالدي جي بوث بالسلبه اللي هي بتاعه العمال يدوي. بس يدوي والعفش طلع بيتكسر الحمد لله. شويه حاجات اتكسرت خفيفه وبتلحقوها بقى. بس الايفنت عدى بقينا الحاجه متكسره في ساعتها الراجل يجي يلصمها الحمد لله. سناف الشمس شويه ده بيعلمنا ازاي نتصرف اون سبوت. انا دلوقتي هتصرف الحمد لله عدت. مش شويه كولرز يعني وقاعدين شويه حاجات خف. لا والله لا بيتهيألكم. شوفي السكيلز اللي المفروض ان الماركتير ينميها في نفسه ممكن تبقى ايه، وانت ازاي بتطوري نفسك؟ I think they need to find a passion. حاجة يعرفوا يمينتينوا بيها الويل بينج في وسط اللي بيحصل. it's a hectic insane environment. حاجات بتحصل على طول وحاجات عمرك ما في حاجة بتمشي سموث وانت دايما بتبقى قاعد طول الايفنت ولا طول الكامبين ولا طول التصوير مستني الكارثة تحصل. فانت لازم تلاقي
حته من الناحيه التانية you can read ممكن تمشي، ممكن ترسم، ممكن تطبل، كل الحاجات دي بقت موجوده. انا الحقيقه لقيت اليوجا سنه 2009، كانت اول واحده لعبت معاها كان اسمها سو لحد النهارده بتدرس في المعادي. فاكره ان انا داخله كلاس ستريتش until مرة أنا I got certified I'm a certified yoga teacher. أخدت 200 hour training لما المدارس فتحوه بعد الكوفيد إن أنت ممكن تاخده أونلاين، لأن هو في العادي بياخد من 5 ل6 أسابيع تروح مدرسة وتسيب الشغل، يعني مفيش شغل كان هيرضى يديني ده. فعرفت أعمل ده، واليوجا غيرت فيا حاجات. غالبا من ضمن الحاجات اللي يعني أنا عرفت اليوجا very early in my career 2009. يمكن هو ده اللي علمني الفلكسبيليتي، علمني ان انا اللي موجود النهارده ممكن ما يبقاش موجود بكره بشكله زي ما هو. علمني ان انا اكسبت ان في حاجات بتحصل. اتعلمت اتنفس، ما كنتش يعني احنا بنتنفس 30% تقريبا، مش لازم بقول لك هو اليوجا ولاقي السلام. انت تلاقي السلام ده بقى ده بتلاقيه اخر حاجه بعد ما بتبقى جسمك تعب ونفسك اتقطع. واليوجا مش شقلبه، هي اليوجا بتعلمك بس ان انت تبقى سنترد كده ورجليك على الارض، زي ما محمد صلاح كان اول ما بيجيب الجون كان بيعمل البوز المعين، الحركه بتاعته التري بوز. ده ليه انديكيتور ايه هو التري بوز؟ ان هو جراوندد وجذوره في الارض وفروعه في السماء. فيقول لك ان هو انا بميل، انا غصوني بتميل يمين وشمال بس ما بقعش ما بتكسرش. فكل حاجه وليها دلاله. واليوجا بصراحه لا ساعدتني كتير كتير كتير، يعني I'm much better person بسبب اليوجا بصراحه. تنصحي الناس اللي لسه بتتعلم او لسه عايزه تخش الماركتنج كارير تنصحيهم بايه؟ يعملوا تريننج ويشوفوا بعينيهم الاول، علشان ما يفتكروش ان هو it's all rainbows and butterflies and samples and ساحل ان هو ده الماركتنج. يروحوا شركات كلها بتفتح، ويا ريت يستحسن ان هو ما يعملش نفس التريننج في نفس المجال كل سنه. يعني يروح اول سنه يجرب بنك، السنه اللي بعدها يجرب FMCG، السنه اللي بعدها يجرب عربيات، السنه اللي بعدها يروح اوتيل، يجرب في التريننج بتاعه. بالظبط، يجرب التريننج في كل حته. وكل الشركات بتفتح الانترنشيبس بتاعتها والتريننجز من بدري، وما هواش سر وما هواش موضوع محتاج واسطه. يبص على التريننجز ويشوف هو نفسه يعمل ايه. ممكن يبقى نفسه جدا جدا يشتغل في الFMCG، لما يشوف البريشر بتاعها يفهم ان هي حاجه رعب، ويلاقي نفسه في الاخر مثلا لا هو انجذب ناحيه الارت وانتهى بيه الموضوع ان هو بقى بيماركت لارت. واي نوت؟ ماركت الارت في مصر محتاج ماركتنج جدا جدا. لو رجع بيكي الزمن هتشتغلي نفس الشغل اللي انت اشتغلتيه وهتمشي في نفس الباث؟ غالبا همشي نفس الباث، بس في حاجات هقول عليها لا مش هشتغلها تاني. زي ايه؟ زي الفاميلي بزنس، مش هشتغل فاميلي بزنس تاني. مش علشان حاجه، العائلات دي اقوى عائلات في الدنيا، ولكن لما وده بيحصل ساعات، لما بيحصل خلافات ما بيبقاش الموظفين هم البرايورتي نمبر 1 لما بيحصل خلافات ما بينهم. وده بيحصل غصب عننا لان احنا بشر و I don't blame anyone، ولكن ده بيحصل فعلا. فلا I would never work for a family business، لا في مصر ولا بره مصر. في حاجه تانية ممكن تغيريها في الباث بتاعك؟ I don't overburn myself. I overburn myself اكتر من مره، وكان كل مره بينتهي الموقف ان انا كنت بدفع ده most likely كانت الفاتوره بيبقى ثمنها صحتي. غالبا الاقي نفسي هوب في المستشفى بعمل عمليه، مش حاجه خفيفه في النص. يعني if current me would see the younger me would tell her هو جاي، the success is coming and it happens. and الحمد لله ان it happened while everything was stretched على شعرايه. يعني I got lucky او مامي كانت دعيالي او whatever، ولكن الاوفر بيرنينج الاوفر ستريتشنج ده بعد يعني سنين من الشغل بنعرف ان احنا محتاجين نبالانس ما بين حياتنا العمليه وحياتنا الشخصيه. يعني انا عشان امنتين البالانس ده دلوقتي انا بصحى 6 الصبح to practice my yoga every single day at 6 a.m. والدنيا مظلمه. if you don't دي نصيحه تانية احنا محتاجين نعرفها للناس اللي لسه بيبتدوا حياتهم العمليه. الصحيان بدري قد ايه هو ممكن يبقى مفيد؟ احنا نفسنا ما كناش بنبقى مصدقين ده الصراحه، ولا انا كنت مصدقه. ده يومي بيخلص بدري جدا، انا بنام وعندي الناس في البيت بقالي سنين، وده بقى وضع قائم يعني ما بيخضهمش. بس الصحيان بدري بيفرق جدا 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 جدا، بيفرق سايكولوجيكلي.
even حتى الورك اوت. انا I know ان it's a lot of pressure ان انت تطلب من حد ان هو يصحى قبل ميعاد شغله ب3 4 ساعات بس عشان يتمرن. هو ممكن يبقى شايف ان ده رفاهيه دلوقتي، بس اقدر اقول لك قدام ان ده غالبا ده هيبقى روشتتك اوت اوف امراض كتير قوي انت مش هتقدر تدفع ثمنها قدام. ده روشته قلب كويس، ده روشته جوينتس كويسه، ده روشته mental well being محترم. الرياضه it's not a luxury، ده حقيقي. movement is not a luxury. انا بتفرج actually دلوقتي على دوكيومنتري على نتفليكس اسمه How to Live Till You're 100، وجابوا حتت مختلفه من العالم بيقولوا ليه الناس دي عندها كل اللونجيفيتي دي وليه كل الناس دي معديه ال100 سنه، وحللوا كل منطقه منهم ليه. اغلب المناطق دايما فيهم الفاكتور بتاع موفينج، اللي بيعملوا جاردنينج ساعتين في اليوم، واللي بيرقصوا مش عارفه ايه، واللي بيتمشوا، واللي فموفمنت از كي. موفمنت از يعني انت لو ده لو مش شغال مظبوط، واحنا اصلا شغلنا كله جاي من هنا. وكرياتيفيتي از ا تالنت، انت ما اتس نوت ان اكوايرد تيست. مش هقعد مع الناس الكرياتيف هبقى زيهم. زي اللي بيعرف يلعب بيانو، اللي بيعرف يلعب بيانو ما بيعرفش يلعب كمانجا، بيعرف يلعب كمانجا ما بيعرفش يلعب درامز، وكلهم بيلعبوا في مجال المزيكا and so on and so forth. it's a talent. فانت لو التالنت دي مش طالعه من مخ مرتاح وجسم نايم واكل كويس، مش واكل جانك بس طول الوقت واوفر ستريسد واوفر وركت واخد مليون الف كافيين شوت، الجسم ده هيبقى في مره واحده مش توصلي للاوبجيكتيفز اللي انت عايز توصلي لها، والجسم ده ساعتها هيبقى عامل كده، هيقفل هيكون بالظبط. ليه نوصل لحد هنا؟ النصيحه مهمه جدا، اعتقد انها ممكن تبقى اكتر نصيحه مفيده عرفتها على كبر. كلنا عرفناها على كبر. عرفتها على كبر للاسف. كنت فاكره ان عادي ان انا اروح الساعه 2 بالليل وهي دي الشطاره، اروح الساعه 2 بالليل مش عارفه ان انا مروحه ازاي واصحى تاني 7 الصبح عشان عندي حضور. لا خالص. الحاجات بس انت بتبقى شايف كل الغلطات بعينيك علشان انت مش نايم، والايجنسي مطبقه معاك بقالها يومين. شفت كل ده حصل يعني. ريم الوزيري نورتينا في بيزنس شو. كان انترفيو لطيف وسهل وفيه افكار واراء مختلفه. ثانك يو بليجر. انا مبسوط ان انت كنتي معانا. ثانك يو فيري ماتش. ميرسي يا ريم. ميرسي. لو عايز تجوين BMW ابعت CV بتاعك على الايميل اللي انت شايفه على الشاشه.